لماذا كثر الطلاق العاطفي والطلاق النفسي والتفكير في الانفصال والمشاكل والمحاكم التي تنوء بحمل تلك الدعاوى؟ هذه تقول طلقني أو أريد أن أخلع نفسي. لماذا هذه أيها الأحباب؟ مع أن الألم بعد الطلاق ألم شديد يعصف بقلب المرأة إن كان لها أبناء من رجل، وتندم البعض تشك في تصرفه، أو هو معرض من 3 أعوام، بلا شك بعد 3 أعوام القلوب قد نفرت. كان ينام معها على فراشها، وإذا هو يجمع أغراضه وينوم في المجلس والمقلط والسطح والملحق. أين خرج؟ أين ذهب؟ من يوم تتباعد الأبدان تتباعد القلوب وتتنافر. من يوم خرجت هي وقالت أريد أن أنام مع أطفالي أريح أجمل، هذا بداية انحراف في المودة والعاطفة. الرجل العاقل يردها إلى غرفتها بمودة وبهدية، لأن بداية الانحراف في المودة إذا ما تم تقويمه، وإلا فالحياة تنهار والجدار يسقط، وإذا سقط تحت أطفال صغار قد يعيشون حياة اليتم والأب على قيد الحياة بسبب الانفصال بين الزوجين. ويوجد في بعض بيوت المسلمين طلاق غير معلن، ليس طلاق أنه أخرجها من بيته، لا، إنما